حلقة الدحيح واللي شفناه في حلقة الدحيح الصراحة كان حاجة عظمة. دحيح عن فلسطين وكلامه عن فلسطين تقريبا من أحسن الحاجات اللي حصلت الفترة اللي فاتت مش للناس، لا لينا احنا عموما ولينا كشباب ولينا ككل الجيل اللي طالع. لأن بما إننا ما قرناش كتير أو أنا واحد من الناس ما كنتش بقرا كتير عن ازاي تأسست دولة إسرائيل، إن هي مش دولة أصلا، أو ازاي احتلت فلسطين، او ازاي مشيت بالخطى اللي هم كانوا ماشيين بيها ديت. انا ما كانش عندي اي فكره غير ان وعد بلفورد حصل فكل الاسرائيليين راحوا فلسطين، وما كنتش اعرف التدرج اللي حصل لفلسطين او اسرائيل على فلسطين او اللي هم عملوه يعني واحتلوا فلسطين. ودي حاجة مهمة جدا ان احنا نتكلم عنها، الحلقة دي اثبتت لي حاجات كتير جدا بتحصل دلوقتي واحنا مش واخدين بالنا منها. اول حاجة ان اسرائيل عبارة عن اعلام، عن هالة اعلامية اكذوبة بتطلع كذب يعني بتنشر اكاذيب وبتوصل للي قدامها اشاعات مدروسة اللي هي تخش عقلك ان انت تصدقها. زي مثلا قبل كده ما حصل خط بارليف المنيع ومحدش يقدر يعديه، وحوارات كتير جدا بتصدر لك حاجات ان انت ما تقدرش تعديها، او ان انت ما تقدرش لا تحبطك بمعنى اصح عشان ما تحاولش ان انت تعمل حاجة. وهم بارعين في الموضوع دوت. ممكن مثلا اللي هم يوصلوك لفكرة اليأس، هم بيحاولوا يعملوا ده يعني اللي هو ليه نحاربك او ليه ان احنا نتعامل معاك او حرب ومش عارفه، وان احنا ممكن نخليك تيأس من الاعلام بالكلمة. هم بيشتغلوا على الموضوع ده، وهو تقريبا اعلام العالم كله في صفهم. ده اول حاجة. وطبعا زي ما حصل طبعا مع جدار فلسطين الاخير لما بوظوه، قال جدار منيع ومحدش برضو يعرف يعمل. هم عبارة عن كذابين، حالة كذب بيعرضوها للناس، ولكن مفيش اي حقيقة من اللي هم بيعملوها، ملوش اي علاقة بالمصداقية. ده تاني حاجة. ده اول حاجة. تاني حاجة بقى ويعني الاهم، يعني ان كل العالم كان بيدعم اسرائيل، حتى اسرائيل بتعمل حاجات مش كويسة في العالم هم برضو بيدعموهم. فاحنا ازاي احنا كناس عايزين ان الناس لا لازم يوقفوا ضرب ومش عارفة ايه وحاجات كده كتير، ولازم منظمات العالمية وحاجات كده كتير هري. كل ده هري، لان هم اصلا العالم كله محدش قادر يتكلم معاهم. هم عايزين هم بيعملوه زي ما بتقول كده، هم بيخلصوا من اذيتهم. اعملوا اللي انتوا عايزينه طالما بعيد عننا مفيش اي مشكلة. دي حاجة برضو من الحاجات المهمة اللي الواحد اكتشفها يعني بعد ما اتفرجت على حلقة الدحيح، ودي حقيقة يعني لما تراجع الأحداث في دماغك وتشوف كل اللي بيحصل وتعرف ان ده حقيقة. وتالت حاجة وده الأهم، ربنا سبحانه وتعالى كان عايزين ننتصر وعايزين ان احنا نكسب، او عايزين ان احنا ننتصر على اسرائيل او اي حاجة عموما يعني مشروطة بكلمتين في القرآن: وإذا عدتم عدنا. عدنا يعني هي واقفة ان احنا لو رجعنا لربنا والدنيا بقت تمام معانا زي ما احنا ماشيين في المقاطعة وكل حاجة تمام، نرجع برضو لربنا وربنا سبحانه وتعالى هينصرنا على القوم الظالمين كلهم يعني. فدي حاجة مهمة جدا 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 برضو، كله مترتب علينا احنا مش على حد. لازم نرجع ونراجع نفسينا. وتقريبا كل العلامات الصغرى كلها حصلت، يعني كل العلامات الصغرى فضل بس العلامات المترتبة المعتمدة على العلامات الكبرى. فاحنا تقريبا في آخر الزمن، كل واحد كده يفوق لنفسه ويحاول ان هو يرجع لربنا سبحانه وتعالى ويراجع حساباته.